المطاعم والشركات العالمية للأكل بيبقى عندها منتجات مميزة جدا، حتى لو في الظاهر متشابهة مع شركات تانية. مثلا شركة كوكاكولا وشركة بيبسي، في الظاهر الاتنين بيقدموا نفس المنتج، حاجة صقيعة لونها أسود وطعمها شبه بعض، لكن اللي بيحبوا البيبسي بيقولوا لكولا طعمها وحش، واللي بيحبوا الكولا بيقولوا بيبسي طعمه وحش. مطعم كنتاكي مثلا، سواء بتحبوا أو لأ، مفيش شك إن تتبيلتهم ليها طعم وريحة مميزة فعلا ومختلفة عن أغلب المطاعم. نفس الكلام ينطبق على شركات ومطاعم تانية كتير، سواء عالمية أو محلية. هنا بقى السؤال، هل فعلا المطاعم دي عندها وصفات سرية زي ما بيقولوا، ولا الموضوع مجرد تسويق؟ ولو الوصفات دي موجودة فعلا، ليه محدش سربها أو كشف عنها طول الوقت ده؟ قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. طيب، لو سألنا هل المطاعم العالمية فعلا عندها وصفات سرية ولا لأ؟ الإجابة بكل وضوح هي كل الشركات والمطاعم العالمية الناجحة عندها وصفات وخلطات بمكونات ثابتة ومحددة، والوصفات دي غالبا هي السبب في المكانة اللي وصلوا لها واللي مخليها مميزة عن غيرها. موضوع الوصفات السرية ده مش جديد. زمان في عهد الرومان كان في قوانين بتحمي التجار وأسرار صناعتهم. في القرن ال19 سنة 1936 بالتحديد حصلت واقعة مشهورة اسمها قضية ويلش. ويلش كان عنده مصنع شوكولاتة صغير في أمريكا، وكان بيعمل نوع مميز جدا من الشوكولاتة. جه واحد اسمه فكري وعرض عليه يشتري المصنع والوصفة السرية مقابل مبلغ كبير، ووافق ويلش. بعد فترة فكري اكتشف إن ويلش باع نفس الوصفة لعملاء تانيين. فكري رفع دعوى قضائية، والمحكمة حكمت لصالح فكري وقالت إن ويلش انتهك عقد البيع بنشر سر الوصفة، وده نبه الشركات لأهمية حماية الوصفات السرية. الوصفات السرية ممكن تنجح شركة أو تخليها تفشل. مثلا تخيل لو معاك وصفة تصنيع البيبسي وقررت تفتح شركة تنافس بيبسي الأصلية، ده أكيد هيأثر على مبيعات الشركة الأصلية. وبدون الوصفات السرية الشركات الصغيرة ممكن تنافس الشركات الكبيرة بسهولة. من الغريب إن كنتاكي ما زالت بتستخدم نفس الوصفة اللي وضعها مؤسسها في 1940، وكوكاكولا بنفس الوصفة من 1998. في عصر التكنولوجيا والتجسس الإلكتروني، إزاي ما تمش تسريب الوصفات دي؟ السبب إن الموظفين في الشركات دي ما يعرفوش الوصفة الكاملة. مثلا وصفة كوكاكولا محفوظة في خزنة سرية تحت حراسة مشددة، ووفقا للشركة في شخصين بس يعرفوا الوصفة الكاملة، وما ينفعش يسافروا مع بعض في نفس الوقت، وكل واحد منهم بيختار خليفة له في الشركة ينقله السر. حتى هوية الشخصين دول سرية. وصفة كنتاكي مكتوبة بخط يد المؤسس ومحفوظة في مكان سري، والمعروف عنها إنها مكونة من 11 نوع توابل. أي وصفة موجودة على النت هي اجتهادات تقريبية، مش الوصفة الأصلية. حماية الوصفات السرية كمان بتعتمد على عدم وجود نسخ إلكترونية، فبالتالي هي في أمان من القرصنة الإلكترونية. الموظفين في الشركات دي بيشتغلوا بمكونات جاهزة وما يعرفوش تركيبها. بالإضافة، الحكومات طورت قوانين بتحمي الوصفات السرية، زي قانون الأسرار التجارية الموحد في أمريكا، اللي بيحمي ملكية الشركات للوصفات وبيضمن حقوقها ضد أي تسريب. حتى لو عرفنا المكونات بالتفصيل، ممكن ما نقدرش نوصل لنفس النتيجة، لأن طريقة التحضير نفسها بتفرق. ترتيب وضع المكونات، وقت الطهي، درجة الحرارة، كلها عوامل بتأثر على المنتج النهائي. عشان كده اللي بنعمله في البيت مش دايما بيبقى زي المنتج الأصلي للشركات. في النهاية، الوصفات السرية هي سر نجاح المطاعم والشركات الغذائية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك سؤال اكتبه في التعليقات وإحنا هنجاوب عليه في فيديوهاتنا الجاية.